مسلسل الميراث الحلقة 257. تطورات جديدة وكبيرة وأحداث مثيرة للمسلسل. يلا بينا نشوف الفيديو سوا، بس قبل ما نشوف الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك. تطور جديد في الأحداث حين اتهمت شهد يوسف بأنه هو القاتل والدتها. ورد فعل يوسف والجميع على هذه الاتهامات، وتتطور الثاني حين ألقت شهد التهمة على أختها حور إنها هي أيضا متهمة بقتل والدتها. والجميع استغل الموقف بعد موت جويرية، ويحاول أن يكون المجريات لصالحهم، خاصة زيد وطلال وغادة الذين يسعون من أجل الوصول إلى عقد الفيلا، وهم لا يعلمون أن العقد الأصلي مع سحر التي سوف تستغل هذا الأمر تصبح سيدة القصر. لا تزال توجه عقلية طلال الغير متزنة، والذي يتعصب فجأة ويتهم بشؤون الخاصة ولا يتهم بشيء آخر. وتبدأ سحر تشعر أن زوجها بطلال أكبر غلطة بحياتهم، ولكنها تعود وتفكر من جديد أن كل هذا جرى لصالحها، وتبدأ تفكر بالطريقة التي ستستغل فيها أن العقد معهم. الوقت المناسب الذي سيستخرج فيها هذا العقد وتصبح سيدة الموقف كله. يوسف يكشف أوراق الجد عبد الرحمن ويخبره أنه يعلم السبب الذي جعله يخرج من حياته ابنته وأحفاده بشكل مفاجئ، وإن كل الذي فعله خاطئ، ولكن بأمانة أن يعاقب كل هذه الأمور. ويوسف يلقي التهمة على جويرية أمام والدها إنها السبب في موت والدتها، وأنها السبب في كل الأمور السيئة التي حدثت بحياتها، وأنها حاولت أن تحرمه من الميراث لأجل أطماعها. ويوسف يخبر الجد أنه بحياته لن يسامح جويرية على الذي فعلته به، على الرغم من أنه يسامح على الكثير من الأمور.